السلام عليكم. الصنف الصعيدي وجبروته دي فسيلة مثلا مزروعة تقريبا من 8 شهور النهاردة، يعني 7-8 شهور النهاردة. دي مزروعة في نفس اليوم، دي مزروعة في نفس اليوم، اللي بعدها دي ماتت خلاص برضو مزروعة في نفس اليوم، دي مزروعة في نفس اليوم. كل الصف ده مزروعة في نفس اليوم. النموات متباينة، مفيش مزرعة صعيدي بتبقى كلها شكل واحد. احنا مش زارعين ننسجها. دي مثلا فقد، دي توكلت على الله، بعدها جددت لكن مش زي النمو الاولاني، جددها برضو مش زي الاولاني، وهكذا. فنداء خاص كده للناس اللي بتسوق للنخيل، يعني بلاش حضرتك تقف جنب نخل حلوه كده وتقول ايه يا جماعه دي مش موجود قوي في صنف المكسور والمرح يعني، لكن في الصعيدي تحديدا بيبقى في تباين كبير في نموات الفسايل. والقصه مش قصه الفسيله جايه بحجم كبير ولا حجم صغير، احيانا بتبقى جايه فسيله صغيره وتنمو احسن من اللي جايه اصلا وهي كبيره، والعكس. ممكن نلاقي فسيله صغيره خالص ومطلعه بعد 6 شهور جنبها فسايل، وفسيله تانيه جايه ما شاء الله حجم وقطر وكل اللي انت عايز تقوله. وتلاقيها مش يعني ما فيهاش نموات كويسه ولا مطلعه فسائل ولا حاجه. فما تجيش حضرتك تقف جنب احسن فسيله في المزرعه او احسن نخله في المزرعه وتصور وتقول اتفرجوا يا جماعه والحقوا والانتاج والاشراف والاداره والكلام اللطيف اللي احنا بنسمعه ده. لازم اللي هيجي يستثمر في النخل الصعيدي تحديدا يبقى فاهم انه في تباين، وتباين مش قليل في نموات الفسائل. علشان ما يتصدمش ويرجع يقول ايه ده في نخل حجمه صغير، لا ده نخل حجمه كبير، ده نخل مطلع فسايل، ده النخل ده لسه مطلعش فسايل، ازاي وكلهم مزروعين مع بعض. الحقيقه ان ده طبيعي جدا خاصه في صنف الصعيدي يعني. وبالتالي يبقى الواحد عارف اهم حاجه ان احنا يعني نوصل بعد سنة من الزراعة لنسبة نجاح محترمة. في الصعيدي 80% 85% مقبول جدا، والله وفي بعض الأحيان 75% بيبقى مقبول جدا، بس خلينا في المتوسط اللي هو تقريبا 80% نسب نجاح. ده في الصعيدي رقم مقبول جدا. ممكن في المجدول نعلى بالرقم ده لغاية 90 و95، وفي ناس الحقيقة بتوصل في المجدول لحد 100%، بس طبعا في الأعداد الصغيرة لما تبقى مساحة كبيرة بيبقى فكرة 100% دي حاجة صعبة جدا. بس المجدول خاصة الحقيقة نسب نجاحه أعلى كتير من الصعيدي، لأنه تربية الفسايل تحت الأمهات وطريقة الفصل والزراعة الناس بتهتم أكتر في صنف المجدول، وبالتالي بنلاقي نسب نجاح أعلى. الفكرة مش في الصنف على قد ما هي الفكرة فعلا مش في الصنف على قد ما هي اهتمام بالفسائل. يعني في ناس بتبقى جوه مزارعها زرع صنف الصعيدي وبتربي الفسائل زي المجدول وتنقلها زي المجدول، والحقيقة بتاخد نسب نجاح محترمة جدا وما بتخلعش من النخلة الصعيدي بالذات قبل مرور 3 سنين من التبشير. يعني مثلا بشرت بتاعتها بعد 3 سنين، يبقى انا ما خلعش من النخلة دي قبل ما يبقى عمرها 6 أو 7 سنين. المجدول لا، ممكن نخلع بدري من كده، وده الافضل كمان للانتاج، انه على عمر 7 أو 8 سنين الفسائل اللي تحت الامهات المجدول اتشالت علشان نقدر ناخد منها انتاج كويس ونعمل تحجيم للبلح. يعني اخيرا كده وليس اخيرا، عايز بس اقول للناس اللي تستثمر في النخل الصعيدي اهم حاجتين عندك هو اختيار الفسيله والعامل اللي هيراعي الارض. يعني الحقيقه ده اهم من اي حاجه تاني. دول اكتر عاملين بيعملوا على نجاح مشروع الاستثمار في النخل الصعيدي تحديدا. يعني انه اجيب فسائل كويسه من امهات سنها اكبر ما يكون. يعني لو عندي 10 سنين، عندي 15 سنه، عندي نخله 20 سنه، اكيد افضل من اللي عمرها 4 و5 و6 سنين. تاني حاجه طريقه الفصل تبقى كويسه. واخيرا الزراعه تبقى في تربه مناسبه وتاخد كفايتها من الميه.
ارجو كده ان انا قلت النهارده معلومات ان شاء الله مفيده، وسامحوني لو الهوا بقى شايل بعض الصوت. شكرا.